احنا طول عمرنا بنعرف الحكاية من بره، بس ايه اللي حصل فعلا في المزود؟ ويوسف عمل ايه عشان يساعد العذراء وقت الولادة؟ والرعاة فعلا راحوا المزود؟ والمجوس سحرة ولا ملوك؟ كوباية الشاي الحلوة بتاعتك وارشم صليبك، ويلا بينا نعيش الحكاية خطوة خطوة. يلا بينا. أول حاجة لازم نصلحها في دماغنا، يوسف النجار ما كانش شاب صغير. التقليد القبطي القديم يقول يوسف رجل شيخ شعره أبيض، العناية الإلهية اختاره عشان يحمي العذراء، مش يتجوزها زي أي زواج. العذراء مريم بنت صغيرة حوالي 14 سنة بلا حماية إلا من الله. قرار واحد من الإمبراطورية حرك مدن كاملة. بيت لحم الصغيرة بقت مليانة ناس. الاكتتاب مش إجراء إداري بس، ده إذلال. الناس تسافر في عز الشتاء علشان الإمبراطورية تعدهم كأرقام. المسافة حوالي 150 كيلومتر، 4 أو 5 أيام مشي. مريم كانت في أواخر الحمل. يوسف شيخ ماشي بعكاز يحاول يسبق الخطر. قرية صغيرة، بيوت محدودة، كل بيت فيه عيلة صغيرة. الاكتتاب خلى المكان مليان وبزيادة. من غير صريخ، من غير إعلان، اتولد الطفل اللي الملايكة مستنياه والأنبياء شافوه من بعيد. اتولد ملك الملوك في مزود. الميلاد معجزة كاملة. العذراء ولدت وبقيت عذراء. الحدث يفوق الطبيعة. بره المدينة ناس محدش بيحسب لهم حساب، رعاة سهرانين مع الغنم، وهنا النور نزل لهم. شغلانة محتقرة، شهادتهم لا تقبل في المحاكم، دايما بره المدينة، يعني ناس مرفوضين رسميا. سمعوا، صدقوا، جريوا، رجعوا يشهدوا الملوك الثلاثة. بس الحقيقة الكنيسة القبطية ما قالتش إنهم ملوك أصلا. طيب كانوا مين؟ وإزاي ناس وثنيين شافوا المسيح قبل شعبه اللي عنده النبوات؟ أسماء المجوس كانت هرمزدة، يزدجان، برشندو. أسماء فارسية بتأكد أصلهم الشرقي. الرعاة شافوا طفل رضيع، المجوس شافوا طفل حوالي 2 سنين. المجوس وصلوا بعد الميلاد بشهور. يسوع كان في بيت مش في المزود، يعني النجم ما ظهرش ليلة الميلاد، لكنه ظهر لما الطفل كبر شوية عشان الوثنيين يقدروا يشوفوه. يسوع اتولد في هدوء، بس الزمن من ساعتها عمره ما كان زي قبل الميلاد. قصة الميلاد ما خلصتش. طفل مرفوض، هروب، دم، صليب، لكن من الليلة دي ربنا ما بقاش بعيد، دخل التاريخ علشان يطلعنا منه للسماء. وبكده خلصت حكاية النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس. كل سنة وانتوا طيبين. نتقابل في فيديو جديد وحكاية جديدة. مع السلامة.